مرحبا. أنا اسمي أسامة كسارة. عمري 25 سنة. أنا كفيف وموسيقي، ناس بيانو نغني. اختصاصي نخدم ديكافر ونهبط على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، تيك توك. وعندي كذلك بطاقة احتراف في العزف على آلة الأورج. الغرام من الصغر خاطر أول حاجة بابا نقدم له تحية فنان يعزف عود. دونك من أنا صغير اكتشف في حاجة، أي حاجة نسمعها سونور ميوزيكال هكا نقعد مركز معها باهتمام، خاطر الكفيف ما يشوفش، دونك كي يسمع وتبدا حاجة جديدة ما يعرفهاش يقعد هكا ينتبه. كي سمعتها أول مرة هكا، والله وقت سمعتها اللي يعزف بالعود هكا قال لي وليتك هكا شفتك تضحك وعامل جو. وقت عرفت زاد كان يخدم في الحفلات، دونك كان يعزف بالطار، نشد هكا الطار نقعد دربك 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 ونشد، وحتى على طابوري طنجرة اللي هو نقعد ندربك. دونك حس في حاجة. وقتها شرى لي كلافي صغير متاع تعلم، بديت بيه شوية 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 شوية، ومن بعد انتقلت، شريت كلافي آخر متطور شوية، تو شريت كلافي واحد آخر. يعني كل مرة نتعلم هكا حاجة وبالرسمي شغوف على الآخر بالموسيقى. الطريقة الخاصة هي السمع، تسمع. للأمانة يعني من الأول تعلمت عند بروفيت متاع موسيقى. أنا من الأول كونسرفاتوار وقتها قريت جمعتين، ما فهمت حتى شي، خرجت للأمانة معناتها. من بعد كملت وحدي شوية شوية. أما هو تعرف وقتاش بديت نقولوا احنا لونترينمون، بدا عام 7 اني وقتها نقرا موسيقى. بالمناسبة بروفي يقدم له تحية سي حمودة محمدي. وقت يقرينا في المقامات ويقرينا في الأسامي متاع الآلات والطبوع ونقراو أمثلة. الجو هذاك بصراحة عجبني، علاش؟ خاطر وليت نفهم، خاطر مهم ياسر انك كعازف ولا كمغني لازمك تعرف الباز متاع الموسيقى، جوست الباز، ومن بعد ذاك التطور انت وشنو تحب. معناتها فما ناس تقبل باش تطور، فما ناس اللي تقول لك شاده في ستيل معين. اما انا لا، معناتها بديت بالباز ومن بعد بشويه بشويه قعدت نتعلم شيئا فشيئا، حتى الحمد لله اليوم نعتبر روحي عازف مقبول. مانيش ممتاز جدا للامانه، فما ما خير مني برشا نقولها، والحمد لله ما تعزف مقبول الحمد لله والشكر لله يا رب العالمين. أول قدوة بعد أمي وبابا، ثم شخص نحبه برشا وبفضله هو اليوم نعتبر روحي حققت جزء شوية من الحلم متاعي إني أنا باش نكون بيانيست. واللي هو نقدم له تحية صديقي العزيز مهدي المولهي. ومهدي المولهي للأمانة ما عمري ما قابلته في الدنيا، نعرفه في فيسبوك وديجا حكيتها لشي الناس وقتها. كان وقتها مهدي يجي في ليميسيون تاع لاباس، كي نعزف وقتها الفنانين. انا وقتها كما قلت معناتها وقتها عرفت نقرا كوليج، اما مشي في بالي الموسيقى مثلا اورجانيست باش يعزف مع ارتيست لازم مثلا يكون فما بوحده ريتم وايقاعات وكمانجات وكل شيء. وقتها مهدي وقتها عرفت يعزف بيانو كاو، معناتها يعمل ارموني والشونتور يغني. نسمع في موسيقى هكا بنينه جديده، ديزاكور وجو اخر. بالحق مسني، وانا وقتها ما نعرفش شنو معناتها ارموني، نعرف هكا جست صوت وبيانو هكا هو، اما هذا فاش قاعد يعمل ما نعرفش. الحاجه عجبتني، وليت نشوف فيها حلمه. اما للامانه انا ما نشوفش فيها حلمه بعيد، علاش؟ خاطر انا من الناس اللي عندي العزيمه والاراده، كي نحب حاجه نوصل لها نوصل لها. وكما قلت راني انا اليوم وصلت الحمد لله وشكر لله، ولكن معناتها ما زلت قاعد نتعلم. مش نقول معناتها وصلت، لا سي بون، لا ما زلت قاعد نتعلم. وفما برشا دي بيانيست اخرين زاد متاثر بهم، اما الاول شخص اللي الهمني بالبيانو هو صديقي العزيز مهدي المولهي. وقلتها له للامانه بالحق فرح بها برشا، ونقول له تو قدام الناس الكل ميرسي بوكو صديقي الغالي، اللي علمتني حاجه صحيحه عن بعد، اما اعطيتني حاجه خلتني نحلم بها اليوم، والحمد لله جزء منها تحقق يا رب لك الحمد لله والشكر. كذلك حبيبي نصيف زيتون، نصيف مغروم به من قبل. دونك بالحق نحبوا برشا الانسان هذاك، علاش؟ خاطر باش نحكي ان ديتاي صغرون، انا ما كنتش نعزف ونغني، كنت نعزف هكا هو
كان حلمي الوحيد نعزف في تلفزة ولا في راديو. شيئا فشيئا وقتها بريود الكورونا، وقتها جيت فترة عرفت نعزف هكا ونغني، نهبط دي فيديو عاد مشاو. من وقتها وليت نحلم هكا بالسين ونحلم نعزف حتى مع فنانين كبار، وفي برشا وقتها فنانين حتى كبار يكومونتيولي في الفيسبوك. عاد نصيف زيتون نسمع فيه ومتأثر برشا حتى بحواراته كيفاش يحكي، إنسان متميز جدا. الحمد لله والشكر لله قابلته وطلعت معاه على مسرح قرطاج سنة 2023. وكذلك رؤوف ماهر اللي سنة طلعت معاه في مسرح سيدي منصور بصفاقس. يعني هذوما فنانين ألهموني زادا. وكذلك الفنان صابر باعي ملي انا صغير نحلم باش نعزف معاه، ان شاء الله تجي الفرصه اني حتى نقابله مش حتى نعزف معاه. اما بالحق فما برشا فنانين الهموني للامانه. هذا نحكي لك العباد اللي عندي معهم ذكريات يعني. فما الاراده والعزيمه. كي تكون العزيمه والاراده موجوده ما عندك باش تخاف وما عندك باش تفشل. ممكن فشلت في حياتي الشخصيه ونتوجع، اما في الموسيقى ما نعتبروش فشل، نعتبره تجربة وتحاول تتعلم منها بالعكس. وحتى نحكي في حياتي الشخصية ممكن فما حاجات تعلمت منهم كمان، أما في الموسيقى ديما أمالي أقوى. ساعات مثلا أبسط حاجة تي فازة نقول طيب ربي يفك عليا اختاني، أما في الموسيقى لا ما فماش اختاني. في الموسيقى فما تصبر، فما تعلم، فما نحاول هكا نكبش أكثر وأكثر. وفما مثلا من الصعوبات اللي لقيتها في الموسيقى انه قبل كي حبيت نمشي نقرا بيانو، فما برشا بروفيت ما حبوش يقريوني. علاش؟ خاطرني ما نشوفش تو سامبلومون. يقول لي انت ما شاء الله اللي قدوي فنانه ما خاطرك ما تراش وبرشا يعتبروا انه البيانو لازم قدامك بارتيسيون كذا، وهي لا، هي مش حكايه بارتيسيون. ما تنجم بروف يمن بيك معناتها تنجم توصل لبعيد. والحمد لله شكرا لله انه فما 3 بروفيت امنوا بيا، بالمناسبه قدم لهم تحيه كبيره برشا. استاذتي غادة مكراني وسي حاتم معتوق وسي امين نجي. هذوما 3 اللي قالوا لي اسامه ما تخافش هانا معاك. والحمد لله وشكر لله تعلمت من عندهم برشا. والحمد لله اني قريت عند بالحق هذوما عازفين كبار معناتها في الساحه الفنيه معروفين برشا، ومن بالحق من احسن العازفين. الحمد لله وشكر لله يا رب العالمين. باهي مثلا في المدرسه قبل كانوا برشا خاطرني انا انسان عاقل على الاخر. كانوا برشا فما ناس اصلا توصل تشوفني اللي انا انسان ناقص ذهنيا يعني. هو لا خاطرني عاقل. وقبل كنت برشا كي يجي هويات نتاع انت ما صفاقس وانت من كذا وانت فهمنيش ولا دونك فما برشا حاجات هذوكم اللي انت صغير ما تفيقش بهم، اما بعد كي تكبر مش يكونوا لك عقده. الحمد لله والشكر لله انا مانيش متعقد، اما عرفت ساعات هكا كي ترجع بالزمن تقول كي جيت في عمرنا تو راني ما نخليهمش يعملوا هكاكا مثلا. هذه من الحاجات. وللامانه انا انسان برجع يقولوها لي اصلا حتى كي نعمل حتى مش مع صديق فني حتى مع انسان عادي نعمل مع قهوه يقول لي سيما والله نحسك نحسك تشوف مش ما نحسكش ما تراش. معناتها بما معنى انا ندخل روحي في الجو على الاخر ونسيك اللي انا مراش. معناتها نحاول نحكي معاك بحاجات انت تشوفهم اللي انا ما نشوفهمش، اما نسمعهم وانا ممكن عندي عليهم فكره اكثر منك انت معناتها. هذه حاجه والحمد لله. اما شوف تمييز والله لا تمييز ممكن ايجابي ساعات هكا يقولوا احنا فما ساعات فما ناس والله تعرفني ساعات يجيك عبد في سهريه اسمع انت عازف ممتاز جدا ونبدا نعرف روحي في السهريه هذيك للامانه بلبسطه امان. يقول لك عازف هيك عرفت تحس بتاع خاطرك ما تراش سي بون انت جوك مريك تعزف جوك به يعني قدامه. فهمتني. هذه من الحاجات. اما لا الحمد لله يا ربي. ويش نقول لك شوف راهو كي تحترم الناس تقدر الناس تحترمك. ما يهمنيش اي حامل اي ضعف ما نقولوش اعاقه عنا اي ضعف لا تحترم الناس تحترمك. أنا الحمد لله والشكر لله ديما اكثر حاجه نحرص عليها هو احترام الناس وتقديرهم. دعم الناس وي مؤسسات الحق تحكي مؤسسات عامة لا الحق لا والحمد لله يا ربي مانيش في حاجة اليوم. مؤسسات خاصة كيما الكونسرفاتوار اللي تو قريت فيه. أنا قلت من الأول قريت في كونسرفاتوار جامعتين أما توا العوام الأخرى جست مشيت قريت نظريات خاطر للأمانة أنا نعتبر روحي شوية عصام التكوين عرفت خاطر ما قريتش في كونسرفاتوار كي نعزف كما قلت سميت 3 اساتذه قبيله هما اللي قراوني معناتها اعتبار نمشي نقرا ايتود عرفت مانيش حتى نقرا في كونسرفاتوار. اما من بعد مشيت للكونسرفاتوار الكروان في صفاقس جيت قريت نظريات وان شاء الله كانت تتحل المشكله هذه نتاع الدبلوم
مش مشكلة في أنا شخصي، لا معناتها مشكلة عامة مع الناس الكل. نعدي دبلوم موسيقى عربية إن شاء الله. كلافي اعتبار ولدي الصغرون قاعد يكبر معي شيئا فشيئا. كل ما نبدل من الكلافي كل ما الشغف يزيد. يعني خاطر الكلافي فما نتاع ديزاماتور، فما نتاع بروفيسيونيل، فما نتاع بالرسمي بروفيسيونيل على الآخر معناتها. شنو نعرف كل شيء معناتها أي حاجة نرتاح لها. ممكن أنا مثلا ساعات كي نبدا هكا في بيتي ديما جو ستيل بيانو نغني، ستيل نصيف زيتون، حسين الجسمي، فاضل شاكر، محمد المجدوب، هذم معناتها ملحم زين. وشوية تونسي توسكي فنان زياد غرسة، سي لطفي بوشناق، برشا هذم الجو. أما عرفت النمط ديما كي نحاول نبدا وحدي في الدار وتبدا ما عنديش خدمة باش نحضرها للجروبات ولا حاجة، ديما نشد البيانو ونقعد نغني ونعزف. خاطر أنا بالنسبة لي أنا تو اكتشفتها. قبل كي نعزف ممكن ما يقولك أي إنسان كي تبدا عنده موهبة يخرج فيها الطاقة السلبية متاعه. الحمد لله والشكر لله بالعزف تخرج الطاقة السلبية متاعي. أما كي تغني وخاصة بربي شكر كبير لأستاذتي وصديقتي الغالية وفاء عباس اللي هي قرأتني فوكاليز، علمتني كيف نغني. يعني عطاتني لي زي سي اللي خلتني تو بالحق حتى كي نحس بروحي مش انا ما عمري ما نتنرفز، حتى كي نتنرفز داخلاني دونك كي نغني نرتاح. هذاك علاش كي نحس بروحي هكا مرتاح وما عندي حتى شيء باش نحضره ديما البيانو والشون. علاقة امي وبابا لاله محمد رسول الله. بالمناسبة نقدم لهم تحية الاثنين، نحبكم برشا برشا يا فيصولتي ويا امونتي. به بابا كان شادد الفن وامي كان شادد القرايه، هاكا زوز مع بعض. بعد الحق مشيت في تقنية الفن معناتها. اما امي كانت قبل شادة القرايه، فماش لعب. ديجا مادام مازال دورها بحذانا. تعرف برشا حاجات. اسمع فما طرفه باش نحكيها. نذكر وقتها عام سيزيام اني نعديو دوفوار تربيه مدنيه. وانا ما قلتش لامي لان نعدي دوفوار تربيه مدنيه. مشينا المدرسه، جيت باش تروح بيا عاد فما شكون قال رانا ناش، قال لي هاكا قول لامك على العدد نتاع المدنيه كي تاخذوا. هذا في بالهاش، روحت للدار كليت الطريحه. علاش ما قلتليش؟ ومن بعد جبت 18. للامانه معناتها بالحق هذو من الحاجات اللي ديما نقعد هكا نذكرها، خاطر بالحق امي حريصه جدا على القرايه. وبعد ربي سبحانه امي واستاذتي هذيا وصديقتي واختي الغاليه مدام وزيد درة بن عمر من الناس اللي الله يرحم والديها اللي وقفت معايا من الصغرى. حتى كي تو رجعت لصفاقس مازلنا على اتصال ونفرح كي تكون موجوده معايا في اي مرحله نخوضها في حياتي، لانها بالحق من الناس اللي عملتني برشا في حياتي، هي اللي قررتني، هي اللي كما قلت انا قبيله عشت برشا تنمر حتى من بعض المعلمين قبل. هي كانت الوحيده اللي ممنه بيا وقالت في يوم ما اسامه باش يوصل. الحمد لله والشكر لله هنا اليوم قاعد نحقق في حتى الحلمات اللي حلمناهم قبل، الحمد لله والشكر لله يا رب العالمين. وبابا في الموسيقى ايوه. انا بابا قبل ما امي قبل كانت زاده ما تحبنيش نمشي في الموسيقى، تو باش ولات تحب. قبل كنت نمشي انا بابا بالسرقه، خاطر بعد فضل ربي سبحانه لو كان ما جاش بابا معايا في الموسيقى ممكن اليوم ما نكون حتى شيء. استغفر الله معناتها ما نحكمش في حكم ربي، نجم ربي القضاء يجيب لنا حاجه اخرى. اما تو نقولها انا معناتها بخلاف الموسيقى ما عنديش حاجه اخرين معناتها. اما بالحق الموسيقى هي بابا بعد ربي سبحانه هو اللي خلاني اليوم نوصل حتى شويه نعمل من الحلمات اللي انا كنت نحلم بهم. يعني كبش نقول له كبش ما تسلمش، ولو هو اسمع دومين ثقافه اليوم راهو. للامانه معناتها ما عادش كيما قبل، للامانه. تعرف علاش ما عادش كيما قبل؟ خاطر اليوم مواقع التواصل الاجتماعي في نفس الوقت فيهم ايجابيات، في نفس الوقت فما برشا سلبيات. خاطر اليوم مانيش مستحق التلفزه انا باش تعيط لي مثلا. انا اليوم تليفوني من بيتي نجم نوصل للعالم. يعني هذاك علاش اليوم فما برشا ناس ولاو يدوخوا عليها على الميدان. علاش؟ خاطر يهبطوا في فيديوهات العباد قاعده تبارتاجي لهم بمنطق الضحك، بمنطق حتى سامحوني يحبوا ينبزوهم. ولكن حتى كي تنبزوا ذاك الالغوريثم يطلع يولي هو الترند، وانت اللي تخدم واللي تتعب تلقى روحك لبرا.
تلقى روحك على الحضيض، ولكن في نفس الوقت ما تسلمش ديما. تعرفش تقول مادام ربي في الدنيا ما تخاف من حتى شيء، مادام ربي حطك في الطريق هذايا ممكن حاب يشوف صبرك. في نفس الوقت خاطر قال عنا مثل تونسي يقول لك اللي يحب الليل ويسهر الليل كله. يعني ما تراش حركات بتربي مقتاش، كبش كبش. ايه انا اي حاجه شفت تجيني نكبش فيها، خاطر نقول ما تعرفش عليها. وفما حاجه اخرى، بربي الناس ما تحقروش التجارب. راه تنجم تجربه تكون بسيطه جدا تقول ما عدا ما تعمل هذيك تنجم توصلك لبعيد. بالحق نقولها معناتها كبشوا في حلمتكم. لاباس. انا ديما نقولها مادام بصحة البدن لاباس والحمد لله والشكر لله يا رب العالمين. الباقي الكل مراحل، نجموا كيما نجموا نفشلوا كيما نجموا ننجحوا. وبالحق لو الفشل هو بداية النجاح، خاطر كي تفشل وتتعلم من اغلاطك. خاطر كان تفشل مره بعد تفشل مره اخرى وتعاود نفس الاغلاط، دونك كي حاجه خايبه شويه لازم الانسان يبدل منها. اما كي تفشل تتعلم من اغلاطك، وحتى المرحله اللي من بعدها تغلط اغلاط اخرين ما يسالش، هذاك راك قاعد تتعلم. كيما انا تو راني تو قاعد نتعلم. فما برشا عباد تستخيلني انا فنان قد الدنيا وعازف، لا 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 لا, لا. انا انسان عادي جدا. صحيح عازف مقبول، ولكن نقولها من فماش علاش باش نحشم. فما برشا عازفين ما اقوى مني ونتعلم من عندهم، وان شاء الله يجي نهار ونوصل حتى نعزف شويه من عندهم، ولا حتى فنانين مغنين. ان شاء الله الواحد يجي نهار ويعمل حتى شويه من الحاجات اللي هم عملوهم يعني. ميرسي بوكو اللي اثرتوا فيا وقتها. ميرسي بوكو اللي اعطيتوني الطاقه هذه الكل. خاطر شوف فما نوع من الناس اللي كي ينبذوا حد عادي ما يحكي برا برك. انا لا، انا تنبسط برشا. اما حطيت في قلبي والحمد لله شكر الله اليوم قاعد نوصل شيئا فشيئا. ديما نعاود نقول ما زلت ما وصلتش، اما قاعد نوصل شيئا فشيئا. دونك ميرسي اللي حطيتوا فيا حاجه معناتها. خاطر نقول لك اسمع كلام يبكيك ما تسمعش كلام اللي يضحكك. بحق هما فما في بعض الاوقات بكاوني علاش؟ خاطر حقروني، خاطر يعرفوا من داخل اللي انا عندي حس فني. اما خاطر هما ما ينجموش حتى في وقتها ما ينجموش يوصلوا اللي انا فيه، ولا فما ناس ما تامنش بيك. يحب يفشلك باي طريقه. صحيح وقتها توجعت وبكيت، اما خلتني اليوم الحمد لله وشكر الله تحديت الحاجات هذوكم ووليت حتى بمنطق العناد. ايه ما كنتي قلت لي ليه ما نوصلش هاني قاعد نوصل ليه. اكثر كلمه توجع مثلا اي والله باش نحكي حاجه. ذاك المره قاعد انا وصديق قلت له والله امنيتي نعزف معك مع فرقه قويه. قال اسمع اسامه بصراحه راهي فرقه قويه لازمها عبد يشوف مش واحد ما يراش، وزيد انت معناتها ماكش عازف طياره. هو الشخص هذا للامانه شوف فما عباد قاعد نقولوا احنا داخل على الميدان بما معنى اوكا عندي يورج ولا عندي حاجه تو نخدم بها مفيد ناكل منها في الخبز، ما حشوش بطموح اقوى واقوى يعني. دونك قال لي ما تراش وزيد انت ماكش عازف طياره. حطيتها في قلبي تعرف علاش؟ خاطر نعرفوا السيد هذايا لو كان جاب بالرسمي هو اقوى مني في البريود هذيك اي نجم نقول عنده الحق. اما للامانه هو وقتها لا، انسان عادي على الاخر. دونك حطيتها في قلبي قلت عليه صح، عليه الغل هذا الكل معناتها، عليه الغيره هذه الكل. إيه عندك الحق تغير مني ما يسالش، اما كون خير مني باش تغير مني مثلا، ما تكونش اقل مني. دونك بعد طارت الايام وطلعت على مسرح كرتاج مع حبيبي نصيب زيتون. شو نحب نقول من هذا؟ اللي انا قبل كنت نحلم باش نعزف مع فرقه من تونس، الحمد لله شكر الله عزفت مع فرقه من العالم العربي. وقتها على المسرح كل قدامهم دي بارتيسيون الا انا من غير بارتيسيون. معناتها هاني انا ما نشوفش عزفت مع فرقه من العالم العربي. وهو نفسه السيد هذايا اللي قال لي قبل انت راك خاطرك ما تراش وعلى خاطرك ماكش عازف طياره، هو بعد هذا التليفون كلمني وللامانه راني ما قلتهالوش. ولتو حتى ممكن فما ناس تسالني شكون، لا مانيش باش نقول، اما جوست حكيت على الحكايه لا اكثر ولا اقل يعني. كلمني وشكرني وقال لي برافو يعطيك الصح، وراني ما قلتلوش تتذكر هيك العام، لا بالعكس ضحكت وميرسي بوكو. اما كما يقولوا الدنيا تدور. والله ما كنتش محضرها. اغنيه الاوقات للحبيبي نصيب زيتون.
أنا من وجع الماضي جيت، أنا من نقص الحب قسيت، أنا لو ما قلبي قويته ما كنت بهالدنيا بقيت. شكرا. الموسيقى التونسية حب زاد، خاطر صحيح نغني انا شنو ستيلي مثلا في فيسبوك نهبط تونسي ونغني حاجات شرقية اما تكون اكثرية رومانسية جديد، مثلا صوتي ما يركبش في مثلا اغاني ست ام كلثوم ولا عبد الحليم حافظ ولا لا، نحترمهم برشا ونسمع لهم ونحفظهم كعازف، اما كاغنية ما يركبوش عليه. في الغناء الشرقي كيما حبيبي نصيف، من حمزين كيما قلت محمد مزوب حسين الجسمي، يعني هذو من العباد اللي نسمع. اما في التونسي متاثر برشا بشي زياد غرسه، شي لطفي بوشناق، صديقي زياد نحبه برشا سفيان زايدي، هذو برشا معناتها اللي متاثر بهم. وفي الخدمه التونسيه الحمد لله معناتها نخدم مع جروبات، واخيرا توا بديت مع جروب نحبها برشا ونقدم لها تحيه كبيره برشا، تروب العادي بقياده المايسترو سي محمد العادي عزف الكمانجه. نخدموا عاملين جو الحق. علاش اخترت الجروب هذا؟ خاطر اعتبارها جايين نلعبوا، ماناش جايين مكبوسين، لا جايين نلعبوا نعملوا جو سورسين. عادي ساعات تلقاني نقوم نشطح معاه. الحمد لله فما موزيكا باهية في تونس الحمد لله والشكر لله. كي تعرف تختار مع شكون تولي حاجة مزيانة برشا. جيل يستهويني بعد ما جا الفن، الحق ما عنديش حاجة. انا شفت كل يسبوا في بعضهم، نحب التمثيل نحب الاعلام ونيتي نمثل. ونيتي هكا يشوفني مخرج، وكيما انا عندي العزيمه والاراده خاطر حاجه نحبها تكون هو عنده نفس الحكايه. والله حكيت مع برشا وان شاء الله علاش لا كان فما حاجه ماذا بيا. نحب برشا الاعلام، الميديا يعجبني ومتاثر برشا باعلاميين. انا عرفت ان كل شيء يصب مع بعضه، اما ديما الحب الاول هو يبقى الموسيقى، خاطر الموسيقى هي اللي حلت الاثنين على برشا حاجات اخرين. بخلاف الحق ليه ما عنديش حاجة أخرى، الحق ما عنديش لحد الآن. لا الحق دي فيستيفال ما عنديش. ممكن إن شاء الله على قريب نحضر شي إنتاج موسيقي نغني. الحق تو مازال فما حتى شيء، ممكن معناتها إن شاء الله، خاطر ماك تعرف ظروف الإنتاج في تونس وني صعيبة شوية، يعني ما فما شركات إنتاج معناتها. دونك هو لحد الآن فما حتى شيء، نقول عندي حاجة لا ما عندي شيء، اما ان شاء الله علاش لا معناتها ان شاء الله تكون فما حاجه معناتها. هو الحق جست فما حاجه تو، اما حاجه مازالت ماهيش كونفيرمي، عرفت ما نجمش نحكي عليها وهي مازالت ما صارتش. وقت ما تم ان شاء الله نقول عليها ان شاء الله، ونعلمكم تم اول وحيد ان شاء الله. نقول لك نعرف نكتب لا، اما نعرف نلحن. وعلى فكره راني هاوي في التلحين مانيش ملحن مازلت. والله فما برشا يربطوني ويقولوا لي انت مروان خوري تونس، يشرفني على الاخر، خاطر مروان خوري هو يعزف ويغني زاده وملحن كبير. ان شاء الله علاش لا يجي نهار نولي حتى جزء بسيط منه هو، خاطر هو فنان كبير وعمل نجاحات ممتازه جدا، وان شاء الله علاش لا ان شاء الله نقابله حتى مره ونعزف معه. الحمد لله والشكر لله.